اوعى تسرق افكار وابداعات حد. اوعى. اخواتي مبرمجين اولى ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنشرح الدرس الثاني من الفصل الثاني بعنوان حقوق الملكية الفكرية. يلا نقول بسم الله. بسم الله. احنا عندنا الدرس بينقسم لثلاث حاجات. اول جزء وهو حقوق الملكية الفكرية، تاني جزء وهو حقوق الملكية الصناعية، تالت جزء هو حقوق المؤلف. تعال نمسك جزء جزء ونتكلم فيه واحدة واحدة. أول حاجة وهي حقوق الملكية الفكرية. بص، حقوق الملكية الفكرية باختصار هي حقوق بتحمي إبداعاتك وأفكارك في المجالات المختلفة. زي إيه؟ زي المجالات الأدبية والمجالات الفنية والمجالات العلمية والمجالات التجارية. يعني أي حاجة الإنسان بيبتكرها القانون مسؤول اللي هو يحمي إبداعاته وأفكاره من السرقة. طيب، عندنا بقى نوعين من حقوق الملكية الفكرية، وهي إيه؟ أول حاجة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتاني نوع وهو حقوق الملكية الصناعية. طيب، نيجي بقى لحقوق الملكية الصناعية. يعني إيه؟ يعني هي حقوق التي تحمي الابتكارات والإبداعات المتعلقة بالنشاط إيه وإيه؟ بالنشاط الصناعي والتجاري، وتشمل الاختراعات، الرسوم والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية، وعلامات الخدمة، الأسماء التجارية، المؤشرات الجغرافية، وكذلك الحماية من المنافسة الغير مشروعة. وعلشان الابتكارات دي تبقى متسجلة قانونيا لازم نسجل الاختراع بتاعنا أو الابتكار بتاعنا حاجة زي مكتب براءة الاختراع المصري. بس بيقول لك ايه؟ ويشترط في هذه الحقوق عشان يعني يبقى عندك الحقوق او يبقى حاجه متسجله في القانون، لازم تبقى لدى الجهه المختصه زي مكتب براءه الاختراع المصري حتى تتمتع بالحمايه القانونيه. يبقى انت مش هتبقى محمي، يبقى الاختراع بتاعك او الابتكار بتاعك مش هيبقى محمي من القانون لو انت مش مسجل اختراعك في حاجه زي مكتب براءه الاختراع المصري، عشان ده بيضمن لك الحمايه القانونيه. ماشي، تعال بقى في انواع حقوق الملكيه الصناعيه. عندنا اربع حالات او اربع انواع. اول نوع براءه الاختراع، تاني نوع حقوق نموذج المنفعه، تالت نوع الرسوم والنماذج الصناعيه، رابع نوع وهو حقوق العلامه التجاريه. تعال نمسك نوع نوع. اول حاجه وهي براءه الاختراع. بيقول لك ان ايه هي او حق بيحمي الاختراعات التقنيه الجديده القابله للتطبيق الصناعي. يعني هي حاجة بتحمي اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي. طيب، بيقول لك هنا بقى مدة الحماية 20 سنة من تاريخ التقديم. طيب، هنحفظ الأرقام دي علشان هنتسأل فيها كتير لما نيجي نحل الأسئلة. نيجي بقى لتاني نوع وهو حقوق نموذج المنفعة. هي زي براءة الاختراع بس حاجة بتحمي ابتكار أقل من الاختراع، يعني حاجة في مستوى أقل، ودي مدة الحماية بتاعتها 7 سنوات من تاريخ التقديم. نيجي بقى لتالت حاجة وهي الرسوم والنماذج الصناعية. هي حاجة بتحمي المظهر الخارجي للابتكار بتاعك أو المنتج بتاعك، مثل الشكل أو الخطوط أو الأنماط أو الألوان، ودي مدة الحماية بتاعتها 10 سنوات من تاريخ التقديم. 10 سنوات من تاريخ التقديم، وإيه؟ تجدد مرة واحدة كل 5 سنوات. نركز على الاتنين دولت. نيجي بقى لآخر نقطة معانا وهي حقوق العلامة التجارية. بيقول لك هنا إيه؟ هي العلامة التجارية دي حاجة بتضمن لك أو بتستخدم لتمييز منتجات أو خدمات عن غيرها، مثل أسماء اسم منتجك، الكلمة، الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الصور أو الألوان أو أي خليط منها على بعض، وذلك للدلالة على مصدر المنتج أو الخدمة أو نوعها أو جودتها أو ضمانها. دي اللي هي العلامة التجارية. بيبقى عندك علامة تجارية على المنتج بتاعك، ما ينفعش حد ثاني يجي يستخدم العلامة التجارية بتاعتك على منتجه هو أو اختراعه هو. بيقول لك هنا مدة الحماية بتاعتها 10 سنوات من تاريخ التسجيل وتحديثها، ينفع تتحدث. نيجي بقى لتالت نقطة وهي حقوق المؤلف.
هي حقوق المؤلف بقى يعني ايه؟ هي حقوق بتحمي الانشطه الابداعيه او الانشطه الادبيه، بس بيقول لك ان هي حقوق تتعلق بالانشطه الابداعيه في الفنون، وتشمل اعمالا مثل ايه؟ الروايات والافلام واللوحات الفنيه والصور الفوتوغرافيه والموسيقى وبرامج الكمبيوتر والمصنفات السمعيه البصريه. كل دي حاجات نشاطات ابداعيه، وهي محميه قانونيا بموجب قانون حمايه الملكيه الفكريه. يعني ايه؟ يعني حقوق المؤلف مش محتاجه تسجيل، هو بمجرد ما بننشئ العمل بتاعنا بيبقى محمي دايركت قانونيا على طول، مش محتاج تروح تسجله في جهه او مصدر معين. تاني حاجه بقى في حقوق المؤلف ايه؟ قانون حقوق المبدعين. احنا خدنا اول حاجه هنا حقوق المؤلف، رقم ب بقى قانون حقوق المبدعين، وده بيندرج تحته نقطتين. اول حاجه الحقوق المعنويه للمؤلف، تاني حاجه حقوق الماليه او حقوق الملكيه. حقوق المعنويه للمؤلف دي بيقول لك ايه؟ هي العلاقه التي تربط بين المؤلف وعمله. بس بيقول لك هنا الحقوق التي تحمي الصله الشخصيه بين المبدع ومصنفه دي اللي هو عمله، مثل حق نسب المصنف اليه. يعني اللي عامل الفكره دي او اللي مبدع الفكره دي من حقه اللي هو ينسب او يحط اسمه على المنتج دوت او على الفكره ديت، وحقه انه يمنع اي تعديل او تشويه او تحريف يلحق المصنف. يعني هو من حقه انه يمنع اي ضرر او اي تشويه يسبب او يكون في سبب لضرر المنتج او الفكره بتاعته. طيب نيجي بقى لتاني نقطه بقى، حقوق الماليه. هي الحقوق التي تعطي المبدع الحق في الاستغلال الاقتصادي. ما هو لازم طبعا اللي عامل الفكره دي او المبدع ده لازم يكسب منها، فيقدر يعمل ايه؟ يقدر ينسخها العمل بتاعه، يقدر يوزعه، يقدر يترجمه. فده كله بيحمي المصالح الاقتصادية للمبدع علشان ما يخسرش في الفكرة أو الإبداع اللي هو عامله. نيجي بقى لتالت حاجة وهي الحقوق المجاورة، وهي حقوق تمنح للمؤديين ومنتجي التسجيلات اللي هم الناس الممثلين المغنيين. ودي بتمنحهم ايه بقى؟ مثل بيقول لك هنا مثل المطربين والمخرجين والممثلين. دي بتمنحهم ايه؟ بتمنحهم حاجة اسمها الحقوق المجاورة. طيب وبقى مدة حماية حقوق المؤلف هي عمر المؤلف، دي طبعا طول ما هو عايش حقه او حقوقه محمية بلس 50 سنة بعد وفاته. يعني بعد 50 سنة ده كل ده محمي. بعد بقى ال 50 سنة وعمره اصلا، يعني بعد ما هو يتوفى و50 سنة بعد وفاته، يقدر اي حد عادي ينشر العمل بتاعه او يقدر يشيره عنده. طيب نيجي بقى للنقطة الأخيرة وهي انتهاك حقوق النشر. دلوقتي المبدع بيقول لك كقاعدة عامة عند إعادة إنتاج عمل محمي بحقوق النشر مملوك لشخص آخر أو استخدامه على موقع ويب، من الضروري الحصول على إذن. ما ينفعش ناخد شغل أو أفكار حد وننسبها لينا أو ننزلها في موقعنا الشخصي بدون إذن من صاحب الفكرة أو العمل دوت. بيقول لك هنا ايه من المبدع؟ استخدام العمل دون اذن يعتبر انتهاكا لحقوق المؤلف. تمام؟ طيب احنا كده خلصنا شرح الدرس. هو درس صغير مش كبير، وهنخش دلوقتي نحل شوية تدريبات على ايه؟ على الرايق. يلا بينا. نيجي لأول جملة، بيقول لك اكتب المصطلح من حقوق الملكية الفكرية. من حقوق الملكية الفكرية، ما هو المصطلح الذي يشير إلى الحقوق المتعلقة بتصنيع المنتجات الصناعية والمصنعة؟ حقوق الملكية الصناعية. طيب نيجي بقى للي بعده، ما هو المصطلح الذي يطلق على الحقوق التي تحمي العلامات المستخدمة لتمييز السلع والخدمات؟ بيقول لك هنا بص، بيقول لك ايه؟ العلامات، يبقى ايه؟ العلامة التجارية. العلامة التجارية. طيب نيجي للي بعدها، ما هو المصطلح الذي يطلق على الحقوق التي تحمي اختراعات الأشياء أو الطرق؟ هتبقى ايه؟ براءة
اللي هو حق براءة الاختراع. بيقول لك هنا بقى ايه، مديك يعني زي قطعة كده صغيرة وبيقول لك كومبليت. تعال نكمل. الحقوق الممنوحة للمبدع عندما ينتج شيئا من خلال النشاط الفكري تسمى ايه؟ الحقوق الممنوحة للمبدع تبقى ايه هنا؟ واحد، حقوق الملكية الفكرية، دي رقم واحد. بيقول لك هنا بقى نقطة، حقوق الملكية الفكرية تتكون بشكل أساسي من إيه التي تساهم في تطوير الصناعة؟ يبقى رقم اتنين، حقوق الملكية الصناعية. وإيه التي تساهم في تطوير الثقافة؟ ثلاثة، حقوق المؤلف التي تساهم في تطوير الثقافة. بيقول لك ان رقم اتنين بقى اللي هي حقوق الملكية الصناعية يتم انشاؤها بموجب ايه؟ حيث يتم منح الحقوق عند الموافقة بعد تقديم اشعار الى ايه؟ يبقى يتم انشاؤها بموجب 4 أو 5 بقى، يعني الخمسة، بموجب مبدأ التسجيل، حيث يتم منح الحقوق عند الموافقة بعد تقديم إشعار إلى إيه؟ من ناحية أخرى، عشان يبقى العمل ده يبقى بموجب القانون أو يبقى تحت القانون، أو عشان لو حصل له ضرر القانون يعرف يجيب له حقه، لازم يبقى متسجل في حاجة زي إيه؟ زي تعالى هنا 3 4، زي مكتب براءة الاختراع المصري. من ناحية أخرى، وثلاثة اللي هي حقوق المؤلف، يقول لك أن حقوق المؤلف لا تتطلب الإبلاغ أو التسجيل، ويتم منح الحقوق في وقت الإنشاء. علاوة على ذلك فإن مدة الحماية إيه؟ فإن مدة حماية حقوق المؤلف إيه؟ هي كم سنة؟ إحنا قلنا حقوق المؤلف 50 سنة بعد وفاة المؤلف، فهنا هتبقى 50 سنة. بيقول لك هنا بقى إيه؟ تعرف الحقوق المتعلقة بالإبداعات الناتجة عن النشاط الفكري البشري بشكل جماعي باسم. تعرف الحقوق المتعلقة بالإبداعات الناتجة عن النشاط الفكري البشري بشكل جماعي باسم حقوق الملكية الفكرية، فهنا هتبقى ب. يمكن تقسيم حقوق الملكية الفكرية اللي هي باللي احنا اخترناها بشكل كبير إلى حقوق الملكية الصناعية. احنا قلنا بتنقسم لنوعين، حقوق الملكية الصناعية وإيه؟ حقوق الطبع والنشر. 2 حقوق، فين حقوق الطبع والنشر؟ اهي. العمل المحمي، اللي هي العمل المحمي بقانون الطبع والنشر، هو شيء تم إنشاؤه من خلال نشاط إبداعي أكاديمي أو فني تشمل الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر. الروايات، زي إيه؟ الروايات، النصوص، وإيه؟ والأفلام، هي جيم، والمؤلفات الموسيقية، والأعمال الفنية، والمباني والصور الفوتوغرافية، وبرامج الكمبيوتر، وإلى آخره. الرسوم التوضيحية أو صفحات الويب التي تنشئها بنفسك تعتبر أيضا أعمال محمية بحقوق الطبع والنشر من حيث المبدأ لاستخدام عمل شخص آخر محمي بحقوق الطبع والنشر. يبقى احنا دلوقتي عشان ننشئ صفحة ويب أو ننزل عليها شغلنا، ما ينفعش نروح ناخد شغل حد تاني محمي بحقوق الطبع والنشر وننزلها عندنا بدون إذن. بيقول لك هنا يطلب منك الحصول على إذن من المبدع اللي انت هتاخد عمله ده. استخدام عمل دون إذن يعتبر إيه؟ يعتبر انتهاك حقوق الطبع والنشر. يبقى خ. زي الفل. ماشي. بيقول لك هنا بقى إيه؟ تشمل حقوق الملكية الصناعية حقوقا مثل حقوق الملكية الصناعية بتشمل حقوق مثل إيه؟ براءة اختراع. جيم. التي تحمي التصميمات. سوري نمسحها، احنا ما كملناش الجملة، لازم نكمل الجملة. بيقول لك هنا ايه؟ التي
التي تحمي التصميمات مثل تلك الموجودة في السيارات. التصميمات الموجودة في السيارات يبقى إيه؟ يبقى تصميم لحقوق التصميم أ ب ت ث. وحقوق إيه التي تحمي الاختراعات مثل أفكار الأشكال التي تحسن تصريف المياه في الغسالة. وحقوق إيه؟ حقوق براءة الاختراع. تمام. لتلقي الحماية كحق ملكية صناعية. يبقى عشان يبقى احنا في القانون أو محميين كملكية صناعية موثوقة أو معروفة، فلازم يبقى عندنا براءة اختراع، حق براءة الاختراع. ومن إيه تقديم طلب؟ ومن غير الضروري ولا الضروري؟ لا، من الضروري طبعا نقدم طلب عشان نحصل على الملكية ديت. يبقى هنا خ. نيجي بقى للسؤال ده، بيقول لك ايه؟ كقاعده عامه من الضروري الحصول على اذن من المبدع، صح؟ لازم نحصل اذن على المبدع عند اعاده انتاج عمل شخص اخر محمي بحقوق الطبع والنشر او نشرها على موقع الكتروني. ده كده كل ده كده كلام زي الفل. استخدام العمل دون اذن يشكل ايه؟ يشكل انتهاكا لحقوق الطبع والنشر. ومع ذلك ايه؟ تحت شروط معينه من الممكن استخدام عمل محمي بحقوق الطبع والنشر بحريه دون الحصول على إذن من المبدع. ده في حالة إيه؟ على سبيل المثال الأعمال التي مر عليها أكثر من إيه بعد وفاة المؤلف عشان نقدر ناخد العمل ده ونستخدمه إحنا 50 عاما بعد وفاة المبدع. تندرج تحت هذه الفئة اللي هو بعد ما المبدع يموت بعدها ب50 سنة نقدر ناخد العمل ده وننشره. بيقول لك هنا بقى من المقطع السابق احنا فهمناه. بيقول لك هنا ألف انتهاك حقوق الطبع والنشر، صح؟ تمام. بيقول لك هنا بقى إيه؟ اختر كل العبارات التي تنطبق عليها صفة انتهاك حقوق الطبع والنشر وأجب باستخدام الأحرف. طيب دلوقتي أجب باستخدام الأحرف. مدين هنا 4 جمل وبيقول لك اقرأهم وقول لنا أنهي واحدة فيهم تندرج تحت انتهاك حقوق الطبع والنشر. أول واحدة، قمت بتسجيل فيلم بث على التلفزيون ووزعته. دي انتهاك، يبقى دي كده، ده كده انتهاك. قمت بنشر رواية أدب الرحلات للكاتب أنيس منصور على موقع الإلكتروني دون إذن. غلط، ده كده انتهاك. قمت بنسخ رسم توضيحي تم توزيعه مجانا وبعت النسخ بسعر منخفض. غلط، ده كده انتهاك. على الرغم من أنني كنت أعلم أن مقطع فيديو تم تحميله بشكل غير قانوني قمت بتنزيله الاستخدام الشخصي فقط، فده انتهاك. أجب بكتابة عدد السنوات المناسب في الفراغ احنا قلنا عدد السنوات المناسب هو 50، صح كده؟ بيقول لك هنا بقى ايه؟ هناك 4 أنواع من الحقوق الملكية الصناعية. احنا قلنا في 4 حقوق. أول حاجة وهي حقوق براءة الاختراع. تاني حاجة وهي حقوق نموذج المنفعة. تالت حاجة وهي حقوق التصميم. رابع حاجة وهي حقوق ايه؟ حقوق، هو ده مش بنختار؟ بنكمل، ماشي. حقوق هتبقى هنا حقوق العلامة التجارية اللي هي آخر حاجة معانا، العلامة التجارية. تعال نكتبها تحت هنا. ألف، العلامة التجارية. حقوق نموذج المنفعة هي حقوق تتعلق بإيه؟ تتعلق بأفكار الهيكل وشكل المنتج. يبقى هنا 4 دي. بالإضافة إلى ذلك حقوق ألف اللي هي حقوق اللي احنا قلنا عليها العلامة التجارية تشير إلى الحقوق المتعلقة بأسماء المنتجات. اسمك على المنتج ده حقوق، ده علامة تجارية ليك أنت، براند. أو الشعارات. ومدة الحماية هي إيه؟ عاما من تاريخ التسجيل. هي 10 أعوام من تاريخ التسجيل. قال لك هنا بقى تعالى نمسك السؤال الأول. أجب بملء الفراغ ألف بالمصطلح المناسب. ألف احنا قلنا صح العلامة التجارية، فده كده صح. أجب بملء الفراغ ب اللي هو دوت احنا قلنا 10 بالرقم المناسب 10. اختر العبارة الأنسب لملء الفراغ ألف من الخيارات من 1 ل 4 وأجب باستخدام الأحرف. احنا قلنا هنا 1 من 1 ل 4. احنا قلنا 1 اللي هي أفكار هيكل وشكل المنتج. احنا كده جاوبنا على السؤال ده. بيقول لك هنا بقى مديك 4 جمل وبيقول لك هنا بالنسبة للعبارات التالية المتعلقة بقوانين وحقوق مجتمع المعلومات. المتعلقة بقانون وحقوق مجتمع المعلومات. أجب إذا كانت صح وإذا كانت خطأ. يلا بينا. نشر رواية الأيام بتاعت طه حسين لعميد الأدب العربي طه حسين على موقعك الإلكتروني دون إذن لا يشكل انتهاكا لحقوق المؤلف. صح، ما بيشكلش انتهاك.
ليه ما بيشكلش انتهاك؟ هتقول لي يا عم ما هو خد الروايه بدون اذن ونزلها عنده. علشان المؤلف مات، اللي هو مات بعد 50 مات بعد 50 سنه ازاي؟ عشان المؤلف احنا نزلنا او نشرنا القصه بتاعته عندنا او الروايه بتاعته عندنا بعد 50 سنه من وفاته. ب. تنزيل الموسيقى أو مقاطع الفيديو المعروضة للبيع مع العلم أنه تم تحميلها بشكل غير قانوني يشكل انتهاكا لحقوق المؤلف؟ صح. بيقول لك أنا بين نشر برنامج إذاعي قديم مثل حواديت أبلة فضيلة، يعني عدى عليها أو عدى عليها 50 سنة بعد وفاة المبدع، على وسائل التواصل الاجتماعي. لا يشكل انتهاكا لحقوق المؤلف؟ لا غلط، بيشكل انتهاك، لان في دلوقتي حقوق مجاوره للشركات اللي ماسكه برنامج الاذاعي دوت. اخر جمله بقى، تنتهي حقوق العلامه التجاريه بعد 10 سنوات من التسجيل في مكتب البراءات، او اللي هو زي مكتب براءه الاختراع المصري، ولكن يمكن الحفاظ على الحقوق من خلال اجراءات التجديد. صح، احنا قلنا اللي هي مده التجديد بتاعتها بعد 10 سنوات، وينفع ان احنا نجددها. مديك هنا 4 جمل وبيقول لك برضو زي السؤال اللي فات، قول لي ايه الجمله المتعلقه بقوانين وحقوق مجتمع المعلومات. طيب بيقول لك هنا بقى اول جمله ايه؟ يعترف بحق التصميم الافكار المتعلقه بالجوانب التقنيه لشكل المنتج او هيكله والتي يمكن تنفيذها على الفور. صح. تميل حقوق الطبع والنشر إلى أن يتم الاعتراف بها بشكل أقل للأعمال الإبداعية للهواة أو الأطفال، حيث أن حقوق الطبع والنشر غالبا ما ترتبط بجودة العمل. غلط، حقوق الطبع والنشر لازم ترتبط بجودة العمل. طيب رقم ت، تسجيل فيلم يبث على التلفزيون ثم توزيع هذا الفيلم يشكل انتهاكا لحقوق الطبع والنشر. صح. مدة حماية حق براءة الاختراع هي 20 عاما من تاريخ تقديم الطلب. صح. لا توجد مشكلة في نشر النص الكامل لكتاب وحي القلم للأديب مصطفى صادق الرافع على مدونتك دون الحصول على إذن إذا كنت من محبي أسلوبه الأدبي. صح، علشان هو عدى 50 سنة من بعد وفاته. نيجي للسؤال اللي بعده. من بين العبارات التالية مديك أربع جمل وبيقول لك اختر جميع العبارات الغير صحيحة فيما يتعلق بحقوق الطبع والنشر. نقرأ رأس السؤال كويس. يمنع حقوق الطبع والنشر من خلال الاعتراف بها عند تقديم طلب إلى مكتب براءة الاختراع. غلط، حقوق الطبع والنشر لا تحتاج لتقديم طلب، هو بمجرد إنشائها بيتم تسجيلها قانونيا أو بيتم يعني التأمين عليها على طول، مش لازم تسجلها في حاجة معينة. تتعلق حقوق الطبع والنشر بجودة العمل. غلط، حقوق النشر لا تتعلق بجودة العمل، هي مش مسؤولة عن الجودة اللي انت بتقدمها. تحتفظ بحقوق الطبع والنشر لمدة 50 عاما بعد وفاة المبدع. صح. تنشأ حقوق الطبع والنشر حتى لو كان المبدع قاصرا. صح، هي مش مرتبطة بالسن. يلا نيجي للي بعده. مفيش اللي بعده. شكرا ليكم اخواتي المبرمجين، احنا كده خلصنا الدرس الثاني في الفصل الثاني بعنوان الحقوق الملكية الفكرية، وان شاء الله استنوا الدرس الثالث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.